سنة 1994 اتعرضت أول حلقة من مسلسل فريندز، ونقدر نقول إن فريندز كان أول سيت كوم في التاريخ يقدم لينا كوميديا مختلفة في حلقات منفصلة، واستمر نجاح السلسلة ل10 مواسم كاملة. باحبِك طبعًا، إزاي بقى ما كنت هتقدّم لِك. مسلسلات السيت كوم كانت نادرة جدا في الدراما المصرية. نقدر نقول إن أول مسلسل قرب من النوعية دي كان حكايات زوج معاصر لأشرف عبد الباقي، اللي كان بيحكي عن مشاكل الأزواج. وفي سنة 2002 قدمت الدراما المصرية أول سيت كوم عربي بعنوان شباب أونلاين، اللي هو في نفس الوقت النسخة المعربة لفريندز. وسيم، متحدث لبق، مثقف، قمر. المسلسل كان بيحكي عن مجموعة من الأصحاب اللي بيديروا شركة، وطول أحداث المسلسل بنشوف مجموعة من المواقف الكوميدية اللي بتحصل بينهم. دبش. وده كويس. كويس إيه يا ابني؟ هو مش جد. وفي المسلسل ده هتشوفوا باشا مصر أمير كرارة بصورة مختلفة. شخصية فريد اللي جسدها لنا أمير كرارة كانت من أكتر الشخصيات الكوميدية اللي قدمها المسلسل. فريد كان دايما بيضحكنا وما كانش له في الاستظراف. ولسه مكملين كلامنا عن أكتر الشخصيات الكوميدية في شباب أونلاين. شخصية زياد الغلس اللي قدمها لينا شريف حمدي، وشخصية شاكر. يمكن ده أحسن أوفيس بوي في الدراما المصرية. وبالرغم من ان الاتنين كانت موهبتهم الكوميدية بارزة في المسلسل، الا انهم مخدوش حقهم من الشهرة. يمكن شريف حمدي المنتجين شافوا فيه نجم كوميديا جديد، وعمل فيلم من بطولته اسمه الدرامالي فاري تملي. بس حد فيكم سمع عن الفيلم ده؟ ما اعتقدش. استمر نجاح شباب اونلاين ل3 مواسم متتالية، وبعد النجاح الكبير اللي حققه المسلسل صناع الدراما بدأوا يتجهوا لإنتاج النوعية دي من الدراما. وفي سنة 2006 يقرر أشرف عبد الباقي خوض التحدي ويعمل مسلسل راجل وست ستات، اللي ناس كتير بتشوفه أحسن سيت كوم في مصر. أكتر حاجة نجحت راجل وست ستات العلاقة اللي كانت بين شخصية دولة ورمزي، والمواقف اللي كانت بتجمع بينهم طول الحلقات، سواء في البازار أو القهوة. وما ينفعش ننسى جملة رمزي الشهيرة: دولة حبيبي. كده هو انت تكسف ذاتيتي قدام المعلم عربون وقدام المعلم مسلوخ. ذاتيتك وأنت ليك ذات. سامح حسين قبل ما يعمل الدور ده شركة الإنتاج ما كانتش عايزاه، ولكن المخرج أسد فلوتكار وأشرف عبد الباقي أصروا إنه يكون موجود. ويشاء القدر ويعمل سامح حسين واحد من أحسن أدواره، عشان يكون هو نجم العرض بشخصية رمزي، اللي مهدت له الطريق بعد كده للبطولة المطلقة. المسلسل في البداية كان مقرر إنه يتم تقديم 5 أجزاء منه، لكن بعد كده الشركة المنتجة رجعت في كلامها وقررت إنها تنتج أجزاء تانية. وبعد غياب سامح حسين عن الأجزاء الجديدة قرر سامح حسين يرجع تاني لراجل وست ستات في الجزء التاسع اللي كان بعنوان عودة رمزي. المسلسل اللي معانا بعد كده تامر وشوقية كان بيتعرض مع راجل وست ستات. تقريبا الاتنين كانوا بيتعرضوا في نفس الميعاد. أول حاجة هتجذبك في تامر وشوقية فكرة التتر المميزة، اللي من خلاله بتعرف نبذة عن أبطال المسلسل وشخصياتهم. تاني حاجة قصة مسلسلنا اللي بتحكي عن الفوارق الطبقية في المجتمع، من خلال شخصية تامر المحامي اللي جاي من الطبقة الأرستقراطية، وشوقية مراته اللي من طبقة فقيرة. يخدم كاتيجوري معين من الناس. قهوة قهوة. أحمد الفيشاوي قدر من خلال شخصية تامر إنه يقدم كوميديا لذيذة وخفيفة. المسلسل كمان شهد ظهور مجموعة من المواهب الجديدة زي نضال الشافعي في دور سيد، وإنجي وجدان في دور داليا. وكان تامر وشوقية بداية ظهور أشهر شخصيات أحمد مكي اتش دبور، اللي قدر يخطف الكاميرا بأدائه ويجذب الجمهور للشخصية اللي بيقدمها، عشان بعد كده يظهر بنفس الشخصية في مرجان أحمد مرجان، وبعد كده يعمل فيلم من بطولته بعنوان اتش دبور. المسلسل استمر عرضه ل4 مواسم، وفي سنة 2016 قرروا يرجعوا تاني بموسم خامس بعنوان لما تامر ساب شوقية، لكنه محققش نفس النجاح. وفي سنة 2008 اتعرض سيت كوم كافيتشينو. حكاية كافيتشينو بتحكي عن 3 أشخاص بيملكوا كافيه، وطول أحداث المسلسل بنشوف مواقف كوميدية بينهم وبين زبائن الكافيه. تتر المسلسل وأغنيته أول حاجة هتشدك ليه. وبرغم ان المسلسل قدم كوميديا حلوة الا انه مستمرش عرضه غير لموسم واحد. وكان اخر سيت كوم ناجح قدمته الدراما المصرية مسلسل مش فريندز. نقدر نقول المسلسل ده اقرب نسخة عربية لفريندز بعد شباب اونلاين. المسلسل بيحكي عن مجموعة من الشباب والبنات بيروحوا يعيشوا مع بعض في شقة، وطول احداث المسلسل بنشوف اختلاف الثقافة ما بينهم. المسلسل بيقدم لينا مجموعة من اهم الوجوه الشابة الموجودة على الساحة الفنية حاليا،
زي علي الطيب اللي قدم لينا شخصية رودي، وحسن الشتا في دور طارق، وولاء الشريف. اكل كفتة الفراخ. بالهنا وش ونختتم حلقتنا النهاردة بآخر سيتكم معانا، مسلسل الباب في الباب. المسلسل بيحكي عن هشام خليل اللي بيتجوز من غير موافقة أهله، وبتمر السنين وبيغير هشام مكان سكنه وبيروح يسكن جنب أبوه وأمه، فبتحصل مجموعة من المشاكل بين مراته وأمه، وبتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. المسلسل استمر عرضه 3 مواسم وحقق نجاح كبير. وفي نهاية الفيديو حابب أسألكم، ليه الدراما المصرية ما عادتش بتنتج النوعية دي من المسلسلات؟ وليه الاهتمام كله عاد لتصنيف الإثارة والتشويق؟ لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد.